مساكم الله بالخير، الله يحييكم. أتكلم عن الموضوع اللي تطرقت له البارح وراح يمس البعض بطريقة أو بأخرى. بعد انهيار سوق الأسهم في 2006 كثير من الأسر والأفراد تضرروا ضرر كبير جدا، وكثير من الأسر تأثر دخلها لأنهم متحملين قروض، بعضهم باع بيوته لأجل الدخول في الأسهم فانهار السوق. وعندما يتأثر دخل الشخص يحاول سد الفجوة عبر البحث عن حلول بأي طريقة، ويكون الشخص في حالة يأس شديد جدا. بعد مرحلة 2006 بدأت تنشط عمليات الاستثمار العقاري، وكثرت شركات الاستثمار العقاري سواء أفراد أو شركات. أيضا غير الاستثمارات العقارية نشطت في تلك الفترة المشاريع، لأنه كانت مرحلة بناء ومشاريع، فكثرت استثمارات في هذا المجال. فالناس كانت تبحث عن زيادة مداخيلها لتعويض خسائرها في تلك الفترة وسد القروض اللي تحملوها. فمن دخل على الخط هنا؟ دخل مجموعة من النصابين والمحتالين. ويجب أن نعرف دائما أن النصاب هو أذكى الناس ولكنه استغل عقله بشكل سيء. وحصلت مجموعة من النصب كلفت الناس مليارات هائلة لا تقل خطورة عن ما خسروه في الأسهم. حتى أنه في شركات مدرجة في سوق المال مارست الغش عبر ثغرات في نظام هيئة سوق المال مع الأسف الشديد. وما راح استعرض أسماء من مارسوا عملية احتيال حتى ما أدخل في جدل قانوني، لأنه كلها قضايا منظورة في المحاكم وبعضه تم النظر فيها والبت فيها. ولكن أنا متأكد أنه كثير من المتابعين تعرضوا لعمليات نصب في أسهم، في استثمارات عقارية، في مشاريع مقاولات وهلم جرا. اليوم احنا في مرحلة ركود عارم، والناس تبحث عن فرص استثمارية لزيادة مداخيلها. وما تكلمت أنا اليوم ودقيت ناقوس الخطر إلا لأني بديت أتلمس نفس اللي كان يحصل في 2006. في 2006 كان الاستثمار العقاري هو النشط، لأنه كانت أسعار العقار والأراضي منخفضة، لكن اليوم دخلت أساليب جديدة. اليوم المحتالين بدأوا يلبسون ملابس جديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وطرق مختلفة، ولكن الأفكار لن تتغير. وبأعطيكم أمثلة بسيطة ويا ليت تركزون معي، حماية لكم ولكل من تحبون. يعني مثلا من أشهر عملية النصب، أحد زملاء العمل مثلا يقول لك أنا لي صديق يشغل الأموال في سيارات أو شيء وادخل معنا ب50,000 مثلا، وراح تجيب لك مثلا 5,000 شهريا، يعني 10% خلال شهر. هذه ما في استثمار في العالم يجيبها لك، حتى المخدرات يمكن. أنا أقولها على سبيل المبالغة، يمكن في أعمال تجارية مرة في العمر تمر على التاجر صفقة واحدة، ولكن شيء ديمومة وشهري مستحيل. يعني الأعمال التجارية الرابحة تدر من 10 إلى 20% سنويا بالكثير، هذا الأعمال التجارية الناجحة. فهم فعلا يوزعون أول شهر، ثاني شهر، خلال 6 شهور، سنة، يوزعون على الناس لين يجمعون فلوس ضخمة جدا ثم يهربون ويختفون. فاليوم اللي يحصل نشوف العروض اللي تيجي شركات الفوركس وغيرها، وكثير ناس يجون يسألوني وكلها احتيال ونصب، وفي أشياء أعظم وأكبر. أبعطيكم الآن الموضوع الأخطر اللي بوصل له وأنا من تجربتي الشخصية مع الناس، وهذا الشيء اللي أنا مستغرب منه حقيقة. تجربتي أنا خلال سنة وكم شهر أطرح تجارب تجارية وأنصح الشباب بالاستثمار. وش الرسائل اللي تتوقعون بعضها يجيني ناس يقول معي فلوس أنا بشغلها معك أنت، رغم أن هذا مخالف للنظام، رغم أنهم ما يعرفون أنا أشتغل بإيش، ما يعرفون قدراتي التجارية إيش، حتى ما يعرفون أنا مين. يعني شخص أتكلم لهم من خلف الشاشة. أنا ما أقول أني نصاب الحمد لله، ولكن أنا أقول يعني بشكل عام كيف الثقة اللي يطرحونها في الناس. فأمام الثقة هذه راح يكثر نصابين الفترة الجاية يطلعون في مكاتب ويبينون أنه حياتهم ناجحة وأعمالهم التجارية ناجحة. يطلعون في سناب شات يتكلمون عن الأعمال التجارية، وأنا شفت بعضهم فعلا في سناب شات، وهذا اللي خلاني أتكلم. راح يستدرجون الناس إلى ملاعبهم وكأنه هم المتفضلين على الناس، وراح يشغلون الأموال بطريقة غير نظامية. انتبهوا، راح يمر عليكم فردا فردا خلال الفترة الجاية ناس بهذا الشكل، فانتبهوا، راح تتذكرون كلامي لما يمر عليكم. ما راح يجيك يعرض عليك بشكل مباشر، بحيل وبطرق أخرى، فأرجو أنك ما تثق بشخص ما تعرفه. أكثر من يقع في هذه المصيبة هم النساء، لأنهم أفضل من يسوق لهذه العمليات عبر زميلات العمل وأيضا في وسائل التواصل الاجتماعي، لأن المرأة في الغالب تتأثر بسرعة من زميلات العمل وهكذا، وأيضا تخاف أن تشتكي وتقع في مشكلة أكبر وأكبر اجتماعيا. تذكر دائما أن النصاب يحب أن يظهر أنه ثري ليس بحاجتك، وأنه تقي، وأنه محترم.
واللي تابعني يعرف اني دائما انصح تبي تزيد دخلك فعليا انزل، حاول، اجتهد، الله سبحانه وتعالى بيساعدك وبيعينك. اما بتثق بشخص ما تعرفه وبتعطيه فلوسك وتروح تقترض وتدخل في 60 مصيبة، هذه كارثة. لو تبي تشارك مع اخوك او صديقك وثق عقودك عند محامي وشوف مدى نظامية هذه الشراكة، اسلم لك وله، ما فيها احراج ابدا. الفترة الجاية إن شاء الله راح أزيد مواضيع الاستثمارات البسيطة، واللي يحب يزيد دخله شوي شوي، شيء بالعقل ويحميك ويحمي أسرتك. المهم يا ليت تمررون هالسنابات هذه لكل من تحبون، لأنكم لا تعلمون من قد لا سمح الله يسقط في مغبة هؤلاء المحتالين. والرواتب وموضوع هذا على الكل، ولكن شخص يقترض ويقع بيد محتالين هذا الله يكون بعونه، ويجب أن نحذره وننتبه له. حماكم الله جميعا، وتذكروا أن من يخلق لك السعادة هو من يحميك من السقوط في الهاوية، وليس من يقدم لك عروض في السيرك. شكرا لكم.